هنعمل النهاردة بقى وصفة بالبطاطس لذيذة جدا وهايلة للعشاء أو الغدا في 10 دقايق بالظبط ومن غير فرن. هتقوموا تحضروها حالا من سهولتها. معايا بطاطسيتين بالظبط بنقطعهم حلقات زي ما انتوا شايفين كده، مش حلقات رفيعة قوي زي الشيبسي ومش حلقات سميكة قوي زي صينية البطاطس، حلقات متوسطة كده رفيعة شوية مش قوي. وفي طاسة على النار بنحط 5 معالق من الزيت، زيت زيتون أو زيت عادي، أنا حطيت كده ميكس ما بينهم. الزيت يقدح ننزل عليه بالبطاطس، اديها رشة من الملح مملحها، رشة من الفلفل الأسود ورشة من البابريكا. نقلب بقى، نديها تقليبة كده، نقلبها مع البهارات وبنسيبها بقى على نار متوسطة، وكل شوية بنرجع نديها تقليبة لحد لما تتحمر. عاوزينها تاخد لون محمر كده بنسبة تقريبا 75%، يعني عايزينها تحمر بنسبة 75%، فكل شوية بنروح ونيجي عليها نديها تقليبة كده ونرفعها من على النار، نحطها على جنب تهدى شوية. هنحتاج هنا في الوصفة دي بيضتين 3 4، بس البطاطسياية الواحدة الكبيرة تاخد لها بيضتين تقريبا، ممكن تقللوا البيض ل3. حطيت على البيض طماطميتين متقطعين صغير، طماطميتين متوسطين كده، وهقطع كمان بصل أخضر. لو مش بتحبوا البصل الأخضر تقدروا تستخدموا البصل العادي، البصل الأحمر أو الأبيض أو الأصفر، تقدروا تلغوا البصل خالص لو مش بتحبوه، بس البصل الأخضر هنا حلو. ممكن تحطوا شايفز أو اللي هو التوم المعمر كبديل للبصل، ويعني نكهته بسيطة ومش حادة. وهنحتاج معلقتين كبار من الزبادي ومعلقتين ونص كبار من القشطة. تقدروا تخلوا الكمية كلها زبادي، بس طبعا القشطة بتدي غنى وهتنقلها في حتة تانية خالص. هنحط رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وممكن تحطوا كمان رشة من بهارات مشكلة، ونقلب بقى كل حاجة مع بعضها. نرجع بقى نحط كل الحاجات دهيت على البطاطس، نظبطها ونسويها كده، وبنرجع تاني نرفعها على نار. النار تكون هادية مايلة للمتوسط بس هادية، ونغطيها ونسيبها بقى على النار لحد لما تستوي من فوق، يعني الوش بتاعها يبقى مستوي، البيض ما يتحركش من مكانه. بسيبها كده وبرجع ابص عليها، بصوا من فوق بتتحرك، البيض لسه ما استويش ومش هعرف ان انا اقلبها، فرجعت غطيتها تاني. واهم حاجة لما هزها كده، بصوا البيض من فوق خلاص ماسك نفسه كده يعني مستوي. هتاخد لها تقريبا 10 دقايق على النار وهي متغطية، والنار تكون هادية مايلة للمتوسط. نجيب بقى طبق ونقلبها. لبست الجوانتي علشان لو انا بقلب حاجة من الحاجات السخنة اللي جوه جات على ايدي ممكن ارمي الطاسة واجري عادي. هي لسعت مني شوية من تحت لاني نسيت عنها شوية، يعني كان في خناقة بين القطيع عندي، رحت اسلك خناقة جيت لقيتها خدت لون وسوى زيادة، بس مش مشكلة، احنا كده كده نحط عليها رشة من الجبنة الموتزاريلا وهنغطيها. تقدروا تحطوا اي نوع جبن عندكم، وتقدروا ما تحطوش جبن خالص. انا حطيت موتزاريلا وجرير، لو عندكم كمان جبنة البرجر تقدروا تحطوها، ممكن تحطوا جبنة رومي، جبنة شيدر، اي حاجة. نرفعها على النار تاني ونار هادية، رشة من البقدونس كده، وبغطيها واسيبها بقى تاخد برضو لسعة من تحت كده، وتبقى كده استوت من كل حتة وتأكدنا إنها استوت تمام. ممكن تطلعوها تقلبوها بره، وممكن تاكلوها زي ما هي في الطاسة كده عشان تفضل سخن. ريحتها تجنن، سهلة بسيطة، اللي بيحبوا البيت وبيحبوا البطاطس. هي تقريبا زي العجة الأسباني كده شوية، بس زيت أقل، بس طعمها يجنن. سهلة وبسيطة، مش هتاخد منكم وقت خالص. وبس كده، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها، نزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم إن شاء الله المرة الجاية فيديو جديد.